فاروق الاول ملك مصر والسودان. دي كان بقى يعني انا فاكر الهتاف ده. الهتاف ده. وكان في حد يمر يشوف ضوافركم وجزمكم وشراباتنا والجزم بتلمع ولا لا. كل ده كان موجود. والشراب ده بالنسبه للبنات يعني انا فاكر اختي كان شراب نسل فاطلع برضه كان ظبط وربط. ظبط وربط. طب بعد ما حضرتك خدت الابتدائيه رحت مدرسه ايه؟ انا رحت التوفيقيه الثانويه. طيب كان الناظر لازم ياخد لقب بيه الناظر. كلمني عن الناظر. كان شخصيه يعني عاوز اقول لحضرتك حاجه مخيفه مخيف اولا مخيفه يعني. وحازم وفي نفس الوقت يعني ليه كيانه والاعتبار الاول زي مش بيه بس لا يعني هو كنا نشوف الحوش هو داخل مكتبه كله يجري ايوه. وكان لازم يسكن حضرتك في فيلا جوه المدرسه. جوه طب حضرتك اوصف لي مدرسه التوفيقيه زمان كان شكلها ايه؟ انا سمعتك بتقول فيها بسين حقيقي؟ فيها بسين ده من الاربعينات يا هانم اتعمل بسين. اتعمل 2 بسين في المدرسه. واحد يعني استوفت اغراضه والمدرسه كده اتعمل واحد ثاني جميل وملاعب كوره وملاعب تنس وكان في حاجات كتير قوي والشاطر اللي كان ينضم بس في كمان كنا ندور على احنا نلعب يعني عاوزين نلعب بينج بونج لازم نعيد نفسنا ولازم يكون عندنا الادوات بتاع البينج بونج عشان نتمرن بيها وبعدين نستلم الادوات من المدرسه دي. حضرتك عارف ان المدرسه دي كانت نهايه شبرا وبعدها بتبتدي ارض توسن باشا. ارض توسن باشا ده بس يعني دي اخر حدود المعموره. حضرتك عارف شبرا يعني ايه؟ شبرا دي يعني ريت. ايه الملامح القديمه في شبرا؟ الملامح القديمه في شبرا ان بعد التوفيقيه دي انتهى العمران تقريبا. ايوه. وفي نفس الوقت بتبتدي قولي معايا ان اطيان او غيطان توسن باشا. ايوه. وفي وسط الاطيان بتاع توسن باشا كان قصر توسن باشا. هذا القصر ايوه بمرور الوقت تحول او هو باعه او بعد ما توفى انا اذكر تحول الى مدرسه شبرا الثانويه لغايه دلوقتي مدرسه شبرا الثانويه. لما نحب نروح نتفرج عليها النمط الهندسي والديكور الداخلي بتاعها كان نمط بديع يعني قصور نمط قصور بالظبط. قصور يعني ما شفتش باركيه في الفصول ابدا. ايوه. لكن شفت الباركيه في القصر. طب حضرتك هل اشتركت في مظاهرات؟ لا انا اكلت علقه عشان كان في مظاهرات كتيره وبعدين جمعونا مره في المدرسه. كنت في سنه كام؟ عمرك كام يعني؟ والله سنه ثانيه ثانوي. يعني مثلا 17 سنه مثلا يعني. كان ايه بقى سبب المظاهره اللي كان خناقه مش خناقه مظاهرات ضد نقراشي باشا او ضد واحد من البشوات اللي كانوا موجودين. وبعدين انا كتبوا كانوا عاوزين يعملوا عريضه فكتبوا العريضه على السبوره. فانا طلعت كراس ونقلت الكلام اللي كنت فيه. يا ابويا بيتفرج على الكراس بتاعه لقى البتاع ده اكلت علقه السبت. مالكش دعوه بالمظاهرات ومن البيت للمدرسه ومدرسه البيت. خليك في مذاكرتك يعني. طب حضرتك خدت التوجيهيه امتى؟ انا خدت التوجيهيه سنه 51. 51. طب كان دخول الجامعه بمجاميع؟ لا دخول الجامعه كان بفلوس يا حلم ومجاميع. مجاميع مش زي اللي بنسمع عنها دلوقتي. لا يعني اكبر مجموع كان يبقى كام؟ اكبر مجموع كان يوصل 72 75%. انا جبت حوالي 62. ما تاخذنيش يعني. حاجه عظيمه. وبعدين في نفس الوقت ان كان زمان في تشجيع. ايوه. يعني وزاره المعارف عملت مره مسابقه كانت عامله مسابقات بصفه مستمره. ايوه. بالنسبه للامتحانات
خش امتحان تمتحنه في فبراير في مقرر كذا، واذا نجحت فيه ونجحت في التوجيهي هتتعلم مجاني. كويس قوي. ده حاجه. واذا طلعت من ال10 الاوائل هتسلم مع الملك فاروق وتاخد 100 جنيه او 50 جنيه انت وستة. ده غير الامتحان الرسمي. غير الامتحان الرسمي، بس لازم الاثنين تنجحي فيهم. ايوه يعني هتخش امتحان في فبراير. ايوه ده اكسترنال خالص. مش واخد بال حضرتك؟ بمعلومات تانية لكن في نفس المنهاج بتاع أيوة. وبعدين تخشي امتحان التوجيهي العادي بقى العادي اللي في مايو مثلا ولا في يونيو كده. في يونيو الاثنين مع بعض نجحت فيهم يبقى ده يعني تبقى لطمي. أيوة. بتاخدي مجانية تعليم. التعليم كان بفلوس. وخصوصا بقى يعني زي كليات الطب، زي كليات أيوة. هندسه او كليات العلوم. كان كليات علوم وطب اسنان كانوا غاليين قوي. ايوه ادي كل ما عملت ايه بقى؟ دخلت الامتحان؟ انا دخلت الاثنين، دخلت المسابقه ودخلت توجيه. ايوه ونجحت في الاثنين. طلعت الاول في المسابقه ما شاء الله، ونجحت ب 62% بالتوجيه. بس في الظروف دي سلمت على الملك؟ الملك ما دي دلوقتي احنا كنا بندور على النجاح بس يا هاني. وبعدين الملك ده ما شفناهوش او سلمنا عليه. انا سلمته على وزير التعليم في مدرسه الألسن بعد منها بسنه، وخدت الشيك ويعني وخدت والدي ومعرفه. طب ليه قعدت سنه يعني؟ ما اعرفش. هو جواب راح من المدرسه ابعتوا فلان عايز في الامتحان في مدرسه الألسن، كانت قدام ضريح احمد ماهر قبل ما يموت الله يرحمه، وهتسلموا على الدفاع وخدوا الشيك. وخدت الشيك كان حوالي تقريبا 50 جنيه. وصرفتهم في ايه؟ اولا صرفتهم ثاني سنه بقى، يعني بعديها بسنه كنت في اعدادي في كليه الطب. خدت 15 جنيه دخلت فيهم معسكر رواد بالمنظره. طب حلو. يعني والباقي صرفت على اخواتي. جميل. طب حضرتك دخلت الطب البيطري بمزاجك يعني؟ لا صراحه لا. طب ليه؟ انا كنت بحب الرسم وبتمنى ارسم. وابويا ما بقول له بابا نفسي اروح كليه فنون جميله، يقول لي هتطلع مدرس رسم يا ابني. ايه ده؟ انا ما ينفعش. مش مقتنع. اختك دكتوره واختك الثانيه صيدليه وانت هتطلع لي مدرس رسم؟ عيب. وخبطني مره على العقل عشان الرسم. في نفس ديك اللحظه كان في حاجات كتيره حصلت بالنسبه لحياتي يعني. ايوه. طب ليه بيطري يعني؟ هل حضرتك لا يعني ما عاوز حيوان ولا ده حسب المال؟ لا كان في ظروف. في ظروف اخرتني على التقديم. فكان في تقديمين اثنين فرصتين اثنين لا ثالث لهم. الفرصه الاولى كليه طب اسنان، الفرصه الثانيه كليه طب بيطري. شاءت الظروف ان صديقه والدتي جوزها قعد مع ابويا. قال له الله ايه حكايه بتاع ده طب اسنان ده فين يا مجال الدكاتره؟ هو السؤال، لكن الإجابة لم تكن عسيرة، إذ أن اقترابه من الحيوان خاصة الحصان جعله يدرك كم لهذا الحيوان من نبالة وتميز، ولأنه أحب الخير واعتنى بها وعالجها وتحسس آلامها وسمع شكاواها وأدرك آلامها وأحزانها حين تشعر بإهانة بعض البشر لها، فقد أفضت إليه الخير ببعض أسرارها، ومن تلك الأسرار صاغ اللوحات. بعد الرحلة الطويلة دي حضرتك هنوصل لعلاقتك بالفن. هتكلمني عن الرسم بتاعك مثلا، وهل لقيت ترشيد مثلا من الوالد؟ لا مش ملحن، مش ممكن حتى كان له تأثير في حياتك. والدتي الله يرحمها، والدتي كان احنا كنا ساكنين في دجيل براد.
دي البرلمان ده فيها جماعه شوام، جماعه قولي معايا طلاينة أروام، المجموعة. كان ليها واحدة صديقة الله يمسيها بالخير بس كانت عايشة اسمها يولاندا. دي كانت صديقة والدتي. طليانية. ويولاندا دي كانت صديقة والدتي. والاثنين يعني انت بتعملي ايه النهارده؟ انا هقص فستان، تقوم الاثنين تجيبوا الفستان يقعدوا يقصقصوا في تعملوا في البلوزه جنوله بتاع. انا كنت بقعد ارسم. جت الست يولاندا دي شافتني قالت لي الله ازاي ده ابنك ده موهوب ليه ما توديهوش النادي؟ قالت لا ما اعرفش فين لونس. قالت بكره ولا بعده البيتي تعالي ونروح. وخدتني ورحنا ليوناردو دافنشي اللي هي دلوقتي القنصليه الايطاليه اللي قدام مستشفى الجلاء اول الجلاء. فرحنا هناك وقدمت وكانت دراسه مسائيه. وفوجئت ان من رواد الفن المصري هو ومراته كانوا بيدرسوا في المدرسه دي. مين حضرتك؟ راغب عياش. يعني سيب ده وبعدين ما نقدروش. انا بقى مت. فابويا كان يشوفني اسلم يقول لي اذا صرت مش هصرف عليك. كانت عباره عن انت كنت شاطر مش حكايه شاطر لكن هو كان خايف. وثانيا اكتر من كده لما رحت الجامعه انا فزت واخدت مجانيه. بيسموها مجانيه مجلس الوزراء. في واحد زميلي طبيب يعني كان داخل طب بيطري برضه ونجح في الامتحان بتاع المسابقه اللي بعد منه السنه. وهذا بقى وخد المجانيه التعليم. وبعدين جيت سنه ثالثه وسنه ثانيه وصارت المجانيه. عشان كده انا شفت بقى لا ده انا اللي خايف لكنها سكينه في ظهري. اذا سقطت هنخرج في الشارع. ما تاخديش ودي كان مش مستعد يصرف عليا خالص. الدنيا اللي هتعمل ايه؟ هو على حسب اجتهدت اكتر طبعا. وخدت تخرجت ما سقطتش ولا سنه وجبت تقدير جيد. ادوني جيد والحمد لله وخرجت واشتغلت مع الاستاذ بتاعي وبعدين اتضايقت بقى. يعني ده برانش وده برانش. انا حبيت البرانش الثاني يعني اللي هو الثاني. لدرجه في نقطه كمان اللي اثرت حبيت اتفق اكتر بالطب البيطري عشان ما ارجعش ابوي يقول عليا انت اشتريت على اكل عيشك. انت اشتريت. رحت قدمت سنه حوالي سنه 61 دبلوم الجراحه. وقعدت دبلومة الجراحه دي في 2 أو 3 سنين على بال ما وخدتها. وبعدين مفيش فايده برضه. انا بحب الرسم. عملت اطلس تشريح بعته بره طبعا. رسمت تشريح. كنا الكتب اللي كنا بندرسها في التشريح في سنه 53 و54 كانت متألفة 1909 في لندن. تخيلي سعادتك. فانا رحت قابلت استاذ تشريح الله يرحمه يحسن لي. هو قال لي بدل كده نعمل شويه ونوزعهم للسنه. عملت شويه وطبعناهم بالبالون. ما كانش فيه طباعه زي ريكس ولا بتاع. وبعدين قال لي شجعني قال لي نعمل كتاب. وعمل لي كتاب هو توفى الله يرحمه. وما زالت الرسوم بتاعت التشريح ده. واصل التشريح في الطب البيطري من اصعب ما يمكن. بالنسبه للتشريح اتكلمنا عن التشريح في الطب قصر عيني او طب عين شمس. انت بتشرحي حاجه واحده بني ادم بس. لكن بالنسبه للطب البيطري انت بتشرحي حوالي 4 حيوانات. الحصان ده الفاندامنتال الاساسي. وبعدين البقره. وبعدين نخش بالنسبه لبره كان يبقى لمؤاخذه الخنزير. لا وبعدين الاغنام والكلاب والقطط. شوفي بقى كل دول لازم تعرفي كومباراتيف اسمه حاجه اسمه كومباراتيف اناتومي اللي هو التشريح المقارن لكل الحيوانات عشان اذا اشتغلتي في اي ظروف هتلاقي نفسك عارفه لازم تندور. طبعا. لدرجه ايه ان في وكمان ان في ناس مثلا تستغل لما لحم الكلاب تقول عليه ضن. مش كده ولا انا غلطان؟ لا مش غلطان. ولدرجه ان في جزار
اكل جنبي ستي 6 اشهر لحم كلاب وبدون ما يعرف. خليكي معايا لا يقطع على هذا يا استاذ. لازم تكون فاهمة. دكتور شيمي، بالنسبة لليوناردو دافنشي اللي حضرتك كنت بتدرس فيه الدراسات النسائية، استفدت طبعا بقى بالتكنيك يعني زائد الموهبة في الدراسة بقى. حضرتك قلت استاذ راغب عياد ده مصري. هل كان في اساتذه اجانب؟ ومراته كانت اجنبيه. الست بتاعته كانت اجنبيه وبتدرس كمان. وفي مجموعه يعني واحد اسمه بوتشيلي والثاني مش فاكر يعني مجموعه سلاينة برضه سلاينة وفرنساويين. كان بيجي زي ما تقولي ايه كمالة عدد او زائر او استاذ زائر، علشان في ساعات ما كانش بيجي مدرسين بصفة مستمرة. ايوه. طب احنا هنتكلم عن تأثير التواجد الاجنبي في شبرا مثلا او في مصر بوجه عام. هو التأثير الاجنبي يعني من الناحية الجمالية، من الناحية الجمالية بلا شك يعني اللي بتثير عاوز اقول ايه، بتثير النشوة. لما تبص لعمارة او فيلا مبنية بطريقة معينة وتبص لها ما فيهاش غلطة، وفي نفس الوقت مش عبارة عن بلوك الاسمنت مرة واحدة محطوط علبة اسمنت محطوطة جنب وده في بتاع يعني نبص لوسط البلد كان في عمارات حلوه جميله ولا زالت موجوده. وبعدين يجي التراب يهدمها ما يسالوش فيها، المونه بتاعتها تقع ما يسالش فيها. دي بتضايق، لكن التاثير موجود. يعني مثلا دخل الباتيناج مثلا. ده الباتيناج ده فين هو الباتيناج؟ الباتيناج ده كان بنشوفه في الافلام. هو كان فيه حتتين انا شفتهم في حياتي. واحده قدام سينما دولي، كان في سينما ثانيه في شارع شبرا اسمها سينما برودواي. سينما برودواي دي دلوقتي كانت بقت شارع. يعني بقت شارع بنفع شارع. في الصيف تعمل سينما، في الشتاء صاحبها يقلبها باتيناج، يشيل الكراسي بتاع القعده ويأجر الأبقاب بالباتيناج ويلفوا يرقصوا فيه يلعبوا فيه وكل واحد. دي حاجه. في باتيناج كان في جنينه الزكيه برضه نفس الحكايه، لان ما فيش سينما في عز الشتاء مش ممكن. فيستغلوا دي كان في حتت كتيره مش حتى الاكل يعني برضه. والاكل كمان الاكل بالنسبه للاكل لا وفي يعني عاوز اقول حاجه اختلافات يعني عاوز اقول طرق طهي مختلفه بالنسبه لي. في كان مطعم في شارع فؤاد هنا، وفي مطعم في اول شارع عماد الدين هنا. كنا بنيجي مخصوص واحنا صغيرين معاه وحافظ على فلوس هنا واحد مكرونه من عنده مخصوص. في كان محل بتاع جيلاتي انا فاكره في شارع شبرا اسمه مسكوت. مسكوت ده يعني كان اعظم سلعات اللي كان موجود. النظافه والمصوراتيه. يعني ما تروح عشان نطلع نعمل شهاده بتاعت الصور بتاعت الشهادات نروح في شارع شبرا تلاقي كذا كلهم كانوا مصوراتي بس لا كان في مصر، كان في 2 3 مصريين. كذا مصوراتي اجنبي ما اشتغلت بالنسبه لكل يعني كله. والطمان كان في طمان جميل وكل حاجه جميله وكل حاجه يعني كان يعني ده الزمن الجميل بالنسبه لي. ده بالنسبه لنا كلنا الزمن الجميل بالنسبه وقد يكون في ناس دلوقتي ما احترمتش ذلك ولا ايه ده ما تاخذيش. طب حضرتك يعني كنت تحب ترسم ايه؟ بورتريهات ولا ترسم مناظر؟ كنت انا احب يعني ايه اللي كان يميز رسمك؟ اللي كان يميز رسم مصريتي. كنت احب ارسم كل ما يتعلق بمصريتي. الفلاحه المصريه الفلاحه المصريه، المعابد المصريه، لا انا رسمت معابد لا تقل عن فوق عن 1000 معبد، 1000 صوره معبد. والله وبالمناسبه الله يرحمها مدام الدكتوره سعاد ماهر تصادفت معها في فتره رسمت لها ما لا يقل عن 1000 جامع من جوامع مصر كلها. والدكتور كمان الله يرحمه يحسن لي لا انا يعني الدكتور سيد توفيق
كان عميد كليه الاثار يعني. انا في يوم من الايام رحت الاقصر انا ومراتي، وبعدين مش فاهمين ايه القصر يعني زي الاطرس في وسط الزفه لا مؤاخذه. وكان عندي حوالي 55 سنه او 56 سنه وما عنديش فكره عن تاريخ مصر بالظبط لان متاخديش. وبعدين اجرت واحد جايد عشان يشرح لنا. الجايد ده طلع ان هو موظف في مصلحه الاثار. وقعد يقول لي بقى بيحكي لي ان هو يعني يدخل امتحان المرشدين السياحيين زياده عن 10 مرات وكل مره يسقطوني. ليه يا ابني؟ قال لي ما بعرفش انجليزي كويس. لا ايه اللي حصل؟ طيب انا بقى انا كنت جاي من بعثه في المانيا. رحت بعثه في المانيا قعدت 3 سنين. دي حضرتك عملت ايه في البعثه؟ ما هو دي شغل تاني بقى. عديت بالشغل تاني. ما عجبنيش الشغل في الاصلاح الزراعي. ولا عجبني الشغل في وزاره الزراعه. ولا عجبني الشغل في دخلت القاهره. فانا قلت لازم سيبك بقى يعني خلاص. الدبلومه اللي انا عملتها فتحت عياده ما نفعتش. يعني انا كنت ببص ان انا اعمل دكتور يمشي مع خيول الشرع. الشغل بنيجي انت واخده بقى عليه. ما نجحتش لان في اساتذتي عاملين بتاع وانا هروح في المطالب. انت واخده بقى عليه. فاللي حصل اعمل ايه؟ يعني هجرت ده وهجرت ده وقررت لازم اعمل لاي وسيله ولازم ارسم مواضيع رسميه. وتتحول اللوحات إلى معرض، والمعرض إلى دكان، والدكان إلى حكايات. وحين نسأله ألا تشعر بحسرة أو ندم إذ تبيع تلك اللوحات؟ ويجيب إن الأصل بداخلي في قلب القلب، أما ما أبيع فهو صورة أحاول بها أن أنشر محبة الناس لذلك النبيل الذي لا يزال رغم مضي السنين يتوق إلى الحرية. رحت ألمانيا ليه بقى؟ اقول لك. اخر مصافي في وزاره كان في وزاره التعليم، وزاره التربيه والتعليم. كان في مدارس زراعيه. نقلوني من هنا لهنا 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 لحد ما وصلوني لاداره التعليم الزراعي. يعني التعليم الزراعي ده كل مدارس زراعيه فيها الصرف وفيها حيوانات، فيها فراخ وفيها جاموس يعني شغلانه لازم يكون في دكتور بيطري موجود. فنقلوني عشان انا كنت مش نافع انفع موظف بس. انت راجل فنان. اعمل له ايه؟ ايه اللي حصل؟ ده اتخانقت مره فحولوني تحقيق مع عند وكيل وزاره، وكيل وزاره هو اللي قال. كان الله يرحمه واحد اسمه مصطفى العلاجي. يا سيدي قلت له بيه ما تزعلش انا حاجتين 2 اهم. استقالتي؟ قال استقاله وادي النقل. يا تشوف لك حاجه من الاثنين تاخدها. قال لي لا هات النقل. ونقلني في كليه المعلمين واداره الوسائل التعليميه. دي كانت نقله غيرت تكرير حياتي. الوسائل التعليميه دي ازاي تعملي وسيله تعليميه عشان تفهمي الطفل او تفهمي الطالب وتعتمد على منتاليتي يعني قوه ذهنيه جامده عشان تقدري تشرحي. انا رحت هناك نبات. هي اداره الوسائل التعليميه دي بقى لها مثلا 30 سنه مش معموله. انا لما رحت قعدت 6 اشهر وجاء الراجل مدير المنتج قال لي انا ارشحك تسافر المانيا. جميل. كانت مصيبه عليا. بقى اللي اكبر مني قال لك احنا بقى خلينا هنا واتخنطنا هنا وما سافرناش حتى بنها. لا قلت له هنعمل
رحت المانيا. اتعلمت الماني في المركز، وكان المانيا شويه بقى. ادي انا اتعلمت الماني ورحت المانيا. شرف وخدت جزاء من اعمالي اللي عملتها هنا بالنسبه للوسائل التعليميه. جيتها شافوها قال لك لا دي انت مستواك اكثر من مستوى. دخلوني 3 4 عاوز اقول متقدمين. ايوه وادوني ماجستير فيها بعد 3 سنين. يعني لفيت المانيا من الشرق الى الغرب، من الجنوب للشمال. رجعت اللي لقيت الراجل توفى اللي بعتني البتاع ومجموعه بقى انت عارفه والغدا. قلت لهم لا استقالتي اهي، السلام عليكم. اخذتها واشتغلت مع شركات الادويه. عملت كل الدعايه بتاعت الادويه. اللي شجعني عن كده كمان واحد دكتور كبير اسمه ده يعني راجل ماسك الاداره إدارة الأعلام في وزارة الصحة. ده كان يعني قال لي أنت نقطة وأنا مش ممكن أسيبك. اسمه الدكتور جمال الدين سامي. ده كان بيعمل الأفلام الطبية البحتة. يعني نصور فيلم قبل الفيديو قبل البتاع، فيلم على نسختين، نسخة للراجل اللي ما عندوش خلفية طبية عشان يتفرج عليه، ونسخة تانية لطالب الطب ذات نفسه. ايوه المتخصص. جميل. قعدنا مع بعض حوالي 5 6 سنين وتوفى الله يرحمه. بعد ما توفى انا رجعت بقى. لا رجعت بقى تاني. اشتغلت حاجات كتير قوي يعني. والحمد لله يعني. عاوز اقول لك يعني وزارة الخارجية خدت كل شغلي، خدت ما لا يقل مني عن 250 صورة موجودين في جميع سفاراتنا في الخارج بدون فخر.